السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفطار بتاعنا النهاردة كان سنجاري. كان طعمه بجد خطير، صينية سنجاري بجد بجد من الآخر، تحفة. طعمها ريحتها هي كلها على بعضها تجنن. عايزة تطلع زي ما أنا عملتها بالظبط، اعمليها بالتكات اللي أقولك عليها وبنفس المكونات وبنفس المقادير، هتطلع معاكي خطيرة بجد خطيرة. انا عملت سنجاري بالبوري، انت عايز تعمليه باي نوع سمك بتحبيه انت حرة، بس بالبوري كان تحفة. انا عندي في الكبة جبت فلافلاية كبيرة وقرن شطة، ومعايا كمان راس توم، ومعايا معايا بصلتين، ومعايا كمان بس شطة وفلافلة وبصل وتوم وقرن شطة، وده كله طحنته في الكبة بتاعتي مع شوية توابل، عبارة عن ملح وعبارة عن كزبرة. أنا كاتبة كل حاجة عندي في الكبش المقادير بالظبط. كزبرة وبابريكا وكمون طبعا مهم جدا، ومعايا معلقة كبيرة صوص هريسة، دي بقى اللي هتخلي الدنيا بقى في حتة تانية تماما. ومعايا هنا نص كوباية زيت، يبقى شطة بابريكا اللي هي التوابل بتاعتي وكمون، ومعايا كزبرة وملح، وبدأت أنا أطحن ده كله مع بعض الطحن ناعم جدا. الريحة بتاعتها بس من قبل أي حاجة في منتهى الجمال. مجرد بس ما تكون المكونات بتاعتي بدأت إنها تختلط مع بعضها، عملت ريحة حلوة قوي. طحنها جامد. مهم جدا جدا المرحلة بتاعت طحن المكونات دي مع بعضها، لازم تكون ناعمة قوي. بعد ما خلاص خلصتها هصبها معايا في بولة بقت قائمة بالمنظر ده. هبدأ ان انا احطها بقى في بولة، ومعايا هنا 3 ليمونات، هعصر عصير 3 ليمونات كبار عشان السمك عايز ليمون، طالما في سمك يبقى ليمون على طول. فهبدأ اعصر 3 ليمونات دول عليها. مش عايزة اقول لكم بجد الريحة بتاعتها في منتهى الجمال. التتبيلة لوحدها كده من غير السمك خرافة، مع السمك بقى كانت فوق التحفة بمراحل. بجد جميلة جدا جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. خلاص كده انا عصرت 3 ليمونات. هبدأ بعد كده اقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعدين السمك طبعا بتاعي غسلاه، يعني منضفاه كويس قوي وغسلاه. واهم حاجة واهم مرحلة، سواء فراخ سواء سمك، لازم يتصفى كويس قوي. شو زي الفل ازاي وناشف جدا. هبدأ ان انا بقى احط عليه التتبيلة من بره ومن جوه. قبل ما ارصه في الصينية عايزة اشربه كده من التتبيلة اول. اشيلها كده واحطها على جنب في الطبق، واجيب التانية. شوفي زي الفل ما شاء الله، نضيف جدا ومغسول حلو قوي ومتنشف، يعني متصفي كل ميته عشان ما يبقاش ريحته زفرة. ونفس القصة برضو في الفراخ، مهم جدا دايما اقول لكم اهم حاجة تتصفى كويس قوي. الناس اللي بتشتكي من ريحة الزفارة في سمك او في فراخ، ده من انها بتاخدها تغسلها وتروح متبلها على طول بدون ما تصفيها. التصفية مهمة جدا. تاخد كده التتبيلة، احطها من جوه ومن بره بالمنظر ده. خلاص كده تمام. الصينيه بتاعتي عشان ما يحصلهاش اي حاجه وما يوصلهاش اي حاجه من دي، بعملها اول بالومنيوم، وبعدين حطيت عليها ورقتين زبده عشان تستحمل، وبعدين هدهنها طبقه زيت كده كويس، يعني ربع كوبايه زيت هدهن بيها عشان حتى تحمر السمكه كمان من تحت. يبقى ورق الالومنيوم اللي انا حطاه عشان يحافظ على الصينيه بتاعتك. هتلمي بعد ما تخلصي هتروحي لماها رميها، تلاقي عندك الصينيه زي الفل. امسح كويس جدا من جميع الجوانب بتاعه الصينيه. ربع كوبايه زيت، لازم تكون طبق زيت حلوه كده عشان تحمر لي السمكه من تحت.
كده خلاص هبدأ اجيب السمك بتاعي وارصه في الصاج عكس بعض. اول حاجة هحط اول تحت طبقة من التتبيلة بتاعتي، وبعد كده هبدأ ارص السمك بتاعي. طبقة مش كبيرة قوي، يعني طبقة خفيفة كده تحت السمك عشان تتشرب منها اكتر، واجيب السمكة كده وافردها والتانية تبقى عكسها بالمنظر ده. تانية برضو هنا، اخر واحدة الناحية التانية. بعد كده ابدأ اجيب بقى التتبيلة وابدأ احطها بقى من فوق السمك نفسه. بعد كده ضمنت ان السمك اتشرب كل حتة فيه، لان في ناس تقول انا باكل السمك بحس ان تحت مش التتبيلة مش واصله له، او ان السمك نفسه الفص مش واصل له التتبيلة. بالطريقة دي هيشرب السمك التتبيلة كلها، وكمان لما احطه فوقها يبقى خلاص ضمنت 100% ان هيبقى كل السمكة طعمها اخد نفس التابل. اخد كده واحط على السمكة بالمنظر ده، كل حتة في السمك احط عليها التتبيله. وبعد كده اجيب قشر الليمون اللي انا عصرته احطه كده في، لما هو بيدخل الفرن بيطلع الريحه بتاعته، فبتقضي على اي زفاره. طبعا الفرن ساخن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 200. هدخلها وبعدين هفتح عليها الشوايه، تاخد بالظبط 3/4 ساعه بتطلع بالمنظر التحفه ده. شوف فصها دايب دوب، ريحتها طعمها يا نهار ابيض على الريحه والطعم، خطيره خطيره خطيره. جربيها بنفس التكات اللي انا عملتها وقولي لي ايه رايك فيها، صدقني تعجبك جدا. شوف الشكل، فص دايب وزي ابيض جميل ما شاء الله، طعمه حلو قوي، طعمه حلو قوي قوي. جربيها ولا رايك فيها، وبألف هنا وشفا.